تخيل تعمل فيديوهات البناء الترند دي بالكامل بالذكاء الاصطناعي. النوع ده من المحتوى بقى مالي السوشيال ميديا وبيجيب ملايين المشاهدات بشكل مجنون. وفي الفيديو ده هوريك ازاي تعمل نفس المشاهد بشكل واقعي وسينمائي يخلي اي حد يفتكره حقيقي بالكامل. تابع معايا الشرح علشان تعرف الطريقة. كل اللي انا طالبه منك يا صديقي ان انت تخش على شات جي بي تي وتحط له البرومت اللي انا سايبه لك في وصف الفيديو او في قناة التليجرام. من فوق هنا ممكن تحدد عدد المشاهد اللي انت عايزها، وبعد ما تحدد عدد المشاهد هتدوس على ارسال. هيبدأ يعمل لك 10 مشاهد زي ما انت شايف او العدد اللي انت حددته له فوق. وبعد ما يخلص من انشاء المشاهد هتلاقيه عرض عليك 5 افكار لفيديوهات مماثلة هيعمل لك عليها مشاهد برضه. او زي ما انت شايف بعد ما خلص عرض عليك افكار، هتروح تاخد اول مشهد كوبي وتروح على جوجل كروم تبحث عن كوين اي اي وتنزل التطبيق ده. هو لو تثبته لو ما كنتش مثبته وتخش على التطبيق، تدوس تسجيل دخول من فوق وتختار اذا كنت هتسجل من على جوجل او بريد. اسهل حاجة طبعا جوجل، دوس التسجيل مع جوجل او استمر مع جوجل. اختار الحساب اللي هتسجل منه دخول، انا هختار الحساب ده. هو هيدخل معاك بالطريقة دي. هتختار على انشاء فيديو وتحط البرومت الخاص بيك. او اول حاجة اختار المقاس 16:9 و9:16 وغيره من المقاسات التانية. انا مثلا اختار 16:9. انت طبعا هتعمل فيديو شورتس اختار 9:16. انا اختار 16:9. احط البرومت اللي لسه واخده من شات جي بي تي ودوس على ارسال. هيبدأ الفيديو يعمل معاك. مبدئيا كده ما بياخدش غير بتاع دقيقتين كده. بعد ما عمل الفيديو تعال نشوفه كده مع بعض. بيعمل الفيديو بدقة رهيبة صراحة. تقدر تنزل الفيديو من علامة التنزيل اللي تحت دي، هيبدأ ينزل معاك. هتخش على الموقع ده اللي انا سايبهولك في وصف الفيديو برضو او في قناة التليجرام. هتخش على الموقع وتحط له اخر فيديو انشأته وتستنى بتاع 20 ثانية. هيبدأ يجيب لك اول فريم في الفيديو واخر فريم. طبعا انت هتدوس داونلود لاخر فريم في الفيديو، اخر لقطة. هتدوس على داونلود وتروح بقى لموقع كوين او تطبيق كوين وتدوس على انشاء فيديو وتحط اخر صورة احنا لسه منزلينها من الموقع، وترجع لشات جي بي تي تاخد منه تاني مشهد وتخش على كوين تحط البرومت وتدوس على ارسال. هيبدأ يعمل معاك الفيديو. ممكن يحصل معاك الغلطة اللي حصلت دلوقتي دي وهي يقول لك خطأ، حدث مشكلة في الاتصال. ده بقى بيبقى سبب ايه؟ بسبب ان انت الفيديو بيتعمل وانت طلعت من التطبيق، فممكن الغلطة دي تحصل معاك لما انت تطلع بره التطبيق. خلينا نرفع كل حاجة من الاول، نحط الصورة نحط البرومت وندوس على ارسال. يبدأ يعمل معاك الفيديو. بعد ما عمل الفيديو معاك تخش على الفيديو وتدوس على داونلود. تخش على اي تطبيق منتج عندك وتجمع اللقطتين او المشاهد اللي انت عملتها. خليهم بالترتيب عشان ما يحصلش لخبطة معاك. يعني انا عملت المشهدين دول بس كده. ده كان شرح النهاردة، اتمنى يعجبك. اكتب لي في التعليقات لو عايزني اشرح موقع معين او انت عايز طريقة عمل فيديو معين، وان شاء الله هعمله لكم في اسرع وقت ممكن.